أقدم على الجنسية الأمريكية بنفسي ولا أجيب محامي يساعدني؟ السؤال ده حرفيا بيتكرر كل يوم وفعلا يستاهل نفكر فيه شوية. من أول نظرة كده على استمارة ال N400 بتاعة التقديم على الجنسية الأمريكية ممكن تحسها إن هي سهلة، بس الحقيقة إن أي غلطة صغيرة فيها ممكن تغير كل حاجة تماما. غلطة زي إنك تنسى تذكر سفرك الطويل أو ما توضحش موقفك الضريبي بشكل مناسب ممكن تعطل ملفك أو تخلي الطلب يترفض. عشان كده الفيديو ده معمول مخصوص علشان اشرح لك امتى تقدر تعتمد على نفسك وامتى وجود محامي هجرة هيبقى ضروري جدا معاك. لو دي انت اول مرة بتشوفني، انا اسمي ابانوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في امريكا. انا عندي شركتي الخاصة في اي بي يو اس ايميجريشن اللي من خلالها بساعد كل محامين الهجرة في كل الولايات في مراجعة الاوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية هجرة. وهدفي ان اساعد المحامين اللي انا بشتغل معاهم وكل عملائهم وحضراتكم ان القضايا تتقدم صح من اول مره ونوفر على بعض وقت ومجهود للجميع. نرجع لسؤالنا الاساسي، امتى ينفع تقدم لوحدك وامتى لازم محامي هجره معاك؟ لو ملفك نظيف، مفيش فيه مخالفات، مفيش فيه غياب طويل بره امريكا، ضرايبك تمام، غالبا ممكن تقدر تقدم بنفسك، والانستراكشنز موجوده على الموقع بتاع اليو سي اي اس، تقدر تقراها بنفسك واحده واحده وتملى الابلكيشن وتحط المستندات بتاعتك مظبوط وتقدم. لكن لو عندك توقيف قديم حتى لو اتشطب او مشاكل في الضرايب او مشاكل في نفقه او اي مشاكل او مشاكل جنائيه، هنا لازم محامي هجره يكون معاك علشان خاطر يحمي الملف بتاعك. لو قدمت قبل كده على الداكا او التي بي اس او اللجوء او اي حاجه، فالحالات دي هتبقى معقده شويه زياده عن اللزوم وهتبقى محتاجه حد فاهم يوضح لك التفاصيل بتاعتها. للاسف ناس كتير بتغلط في الاقامه المستمره او السفر الطويل بره امريكا. المحامي هنا هيشرح لك ازاي تثبت وجودك جوه امريكا بالادله الصح. محامي الهجره مش بس بيملى لك الورق ولا هو بيملى ابلكيشن وخلاص، ده كمان بيدربك على المقابله اللي انت رايح تحضرها مع اليو سي اي اس اوفيسر، بيجهزك للاسئله وبيعرفك ازاي تتصرف لو حصل رفض. صحيح طبعا ان التكلفه بتاعت محامين الهجره في ترتيب ملفات الجنسيه مش هتبقى بسيطه، ممكن توازن من $1600 ل $3500، بس الصراحه المقابل بتاعها يستاهل، لان الجنسيه الامريكيه مش مجرد ورقه او شهاده هتحطها على الحيطه وخلاص، دي خطوه هتغير مستقبلك كله هنا في امريكا، من التصويت في الانتخابات الامريكيه لحد السفر ولحد كمان تقديم لم الشمل اللي قرايبك من الدرجه الاولى. يعني انت مش بتدفع لمكاتب محامين الهجره علشان خاطر يعملوا لك الملف بشكل بسيط وخلاص، انت بتدفع لراحه بالك والضمان ان حلمك في الحصول على الجنسيه الامريكيه ما توقفوش غلطه بسيطه. الخلاصه، انت لو واثق 100% ان كل اوراقك سليمه، قدم بنفسك مفيش مشكله خالص. لكن لو عندك شك بسيط في بعض الامور الخاصه بملفاتك او باوراقك، المحامي الهجره معاك هتبقى خطوه ذكيه جدا منك انك تستخدمه. في شغلي مع مكاتب المحامين المختلفين، انا يوميا بساعد ناس كتير جدا يعدوا من العقبات اللي زي دي، واي حد كان قلقان بيطلع من عندي مطمن وملفه جاهز تماما. في النهايه القرار كله ليك انت، بس ما تنساش ان الجنسيه الامريكيه مش خطوه عاديه، دي حياه جديده بتبدا فيها هنا في امريكا. لو حابب تقييم لحالتك قبل ما تبدا في ترتيب الملفات بتاعتك، سيب لي تعليق او ابعت لي وانا احاول ارد عليك برايي الصادق من غير اي لف ودوران. ولو بتتفرج للاخر، شكرا جدا ليك انك بتتفرج للاخر، انا اشوفك الفيديو الجاي.